السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلموا على الموديل الخلفية. دوت معمول على شكل بابلز. دوت كل حتة فيها اللي هي فيها النفخة ديت بيتقص القماش عليها، كل حاجة على حدة طبعا، ولازما يكون في قماش معين عشان خاطر الخياطات ديت ما تبقاش باينة. وبعد كده بيبقى فيه من بعض الموديلات بيبقى فيها فتيل في الكامل، يعني كل خياطة بتاعتها بيتحط فيه فتيل وبيبقى طويل من الأربع جوانب بتاعت كل قطعة بتتعمل، وبتتعمل على شكل بعد ما طبعا بتتفصل والكلام دوت. بيجي فيه الأربع الأركان بتاع كل قطعة بيتعمل بإبرة كبيرة ويتعدى من السفنج وبينزل تحت في قلب الفوتيه او الكنبه وبتتشد وتتدبس. طبعا التفصيله بتديني شكل البومبي بتاع السفنج اللي احنا عملناه الاول. طبعا السفنج بيتعمل الاول بيبقى فيه النفخات دي، بيبقى فيه كذا نفخه، يعني كذا طبقه سفنج، لان ما ينفعش يبقى السفنجه كتله واحده، لا لازم يبقى فيه كذا طبقه عشان خاطر يبقى فيه مرونه اللي يتعمل فيها النفخات ديت. واخر نفخه بتبقى الفايبر، لازما الفايبر، لان الفايبر لو في اي حاجه صغيره مكشكشه من القماش ولا بتاع الفايبر بينفخها. وطبعا لازم يكون فايبر ناعم، رول بس يكون ناعم، مش اي رول يعني، لان اغلبيه اللي في السوق بيبقى فيه الرولات اللي هي الخشنه ديت، فلازم يبقى تكون حاجه نظيفه. دي حاجة. بعد كده كل قطعة بعد ما تتفصل على حدة زي ما احنا قلنا بيتجاب كل دوت بيترقم، وبعد كده بيتخيط كله على المكنة، وبعد ما بيتخيط بيتركب له قماش، قطع قماش طويلة ديت اللي هيتشد منها. وفي بيعمل على حسب الموديل بيركب فتيل في الداير كله، بحيث اللي هو لما يجي يسحب كله مع بعضه بالحاجة اللي هو خيطها ذات نفسها الأربع جوانب. وطبعا كله بيتشد على تحته بيتدبس فبيديني الشكل دوت. ودي كانت الفكرة بتاعت البابلز. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلموا على الموديل اللي في الخلفية، تنجيده ازاي. طبعا تنجيده هيبقى على نفس شكل الخشب. طبعا الخشب كله دورانات مدرجة، ضيق على أوسع على أوسع، هو الدوران بتاعه مقفول، فلازما التنجيد يبقى ماشي زيه بالظبط. طبعا هو في الصورة مش باين، أو في الموديل ده مش باين أي تشطيب فيه، كمثلا هنقوله اللي هو فتيل أو كردون أو زي ما بيتسمى. دوت بيبقى معمول على كونتر. اللي ما يعرفش الكونتر اللي هو زي الابلكاش، كذا طبقة فوق بعض تبقى مضغوطة. طبعا بيتاخد فرمة الدورانات دي كلها اللي هي بكذا طبقة دولت، وبيتعمل الفرم ديت الدورانات على حسب كم دوران. وبعد كده بيتجاب السفنج بتاعنا وبيتحط القماش عليه. طبعا بنجيبوا الدوران، القماش بيتجاب يتحط، مش قطعة واحدة وبتتلف، لا طبعا لازم يتحط الدوران وبعد كده يتحط القماش عليه ويمشي دوران برضو زيه زي الخشب برضو. ما ينفعش يبقى قطعة قماشة حتة واحدة وبعد كده نوصلها ونشتغل، لا لازم تكون قطعة واحدة ما فيهاش أي وصلات ولا خياطة ولا الكلام دوت. وبعد كده بعد ما تتقص بتتدبس في الأبلكاش من تحت، وما يبقاش فيه تخانات قماش أو دبابيس. بعد كده بيتحط على الدوران بتاعه. في ممكن يعمل غيرها بس، وفي بيعمل غيرها ومسامير من تحت، وفي بيعمل مسامير بس رباط من تحت، بحيث لو حب يفكها أو كده. فكل الطبقات دي بتتعمل نفس الطريقة. سلام.